اللي قلقان على الاهلي بسبب الاداء اقول له ما تقلقش. لعيبه الاهلي عندها حاله تخمه وتشبع مؤقته، وطالما الاهلي بيكسب وهو في الحاله دي يبقى الاهلي بخير يا صاحبي. اهلا بيكم. في البدايه استاذنكم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، ولو عجبكم الفيديو اتمنى من حضراتكم تعملوا له لايك وشير، اكون شاكر لحضراتكم جدا. والاهلي يفوز على الاتحاد السكندري في برج العرب 1-0 في الدوري بهدف كهربا، في استمرار لمباريات الدوري التي تكسب ولا تلعب. وواضح جدا على لعيبه الاهلي او اغلب لعيبه الاهلي حاله التشبع بعد الفوز ببطوله افريقيا للمره ال 12، وبعدها مباشره راحوا لعيبه الاهلي بتاعه المنتخب لمنتخب مصر عشان يلعبوا في تصفيات كاس العالم. بعد كده يجوا على بطوله الدوري، فتحس ان اللعيبه مش قادره تفصل ما بين كل بطوله والتانيه. يعني افريقيا في تصفيات كاس العالم مع المنتخب في دوري، ومراحل او مباريات حاسمه في الدوري ان الاهلي لازم يكسبها عشان الموضوع ما يفرطش منه. ففي ضغط موجود على اللعيبه اللي هي كانت محتاجه تفصل اصلا بعد بطوله افريقيا. فواضح جدا على اللعيبه حاله من التشبع الشديد وحاله من التوهان بسبب عدم الفصل ما بين البطولات المختلفه في وقت قصير. فاللعيبه محتاجه في اقرب وقت ريفريش على المستوى النفسي وعلى مستوى تجديد الدوافع، ودي مسؤوليه مارسيل كولر وخالد بيبو. وانا واثق ان النادي الاهلي هيعمل كده ولعيبه الاهلي هترجع قريب للاداء المعهود. ولكن يعني ضغط المباريات الفتره ديت مخلي اللعيبه مش عارفه تاخد نفسها شويه، فنستحمل شويه الاداء لغايه اما الدنيا تظبط. واهم حاجه في الفتره دي الثلاث نقط. عشان كده الشيء الايجابي الموجود حاليا هو ان النادي الاهلي بيفوز وهو في الحاله دي، وده يقول لك ان الدنيا لسه بخير. فصعب ان النادي الاهلي يفرط في اي نقط في المرحله ديت. احنا عايزين نقرب من بيراميدز اللي اصبح بين ليله وضحاها هو المنافس الاول للنادي الاهلي في بطوله الدوري بعد ابتعاد المنافس التقليدي نادي الزمالك. والله اعلم هيرجع امتى، وممكن ما يرجعش للمنافسه تاني على بطوله الدوري. فبيراميدز دلوقتي واخد مكان الزمالك، واعتقد ان الموضوع هيطول معانا شويه. وبين الاهلي وبيراميدز حاليا 6 مباريات، يعني بيراميدز لاعب 23 ماتش والاهلي لاعب 17 ماتش. الاهلي لو كسب ال6 ماتشات الفرق دول ما بينه وبين بيراميدز هيعلى عن بيراميدز في ترتيب الدوري بفرق نقطه. فده يقول لك يعني مدى صعوبه المنافسه في الدوري هذا الموسم. فالريفريش للدوافع بالنسبه للعيبه، ثم التركيز ثم التركيز ثم التركيز. ويلا نتكلم مع بعض شويه عن بعض الخواطر حول المباراه. الخاطره الاولى بعنوان سيد البلد ومعاها 10 علامات تعجب. محدش ينكر ان نادي الاتحاد السكندري هو نادي جماهيري عريق في مصر، ليه شعبيه في اسكندريه. ونادي الاتحاد احد الانديه العملاقه في كره السله. ولكن لما تيجي في كره القدم بتلاقي ان نادي الاتحاد ملوش اي طموح. يعني لو اتكلمنا في اخر 30 سنه، وده عمر فرجتي على الكوره، يعني بدات اتابع الكوره في اخر 30 سنه بدايه يعني من 92 كده مثلا، يعني بقالي 32 سنه متابع كوره. انا ما شفتش يعني نادي الاتحاد في 30 سنه دول نادي ليه طموح، نادي بيعمل حاله في الدوري، نادي حصان اسود حتى في الدوري. نادرا ما يعني ما شفته في الحاله دي. يعني في انديه تانية مثلا زي المنصوره، زي بلديه المحله، شفت ليهم طموحات وشفت ليهم اداء وشفت ليهم حاله في الدوري المصري بشكل كبير جدا، وما شفتش نادي الاتحاد في الحاله ديت. يعني حتى على مستوى مثلا كاس مصر في اخر 30 سنه بتكلم، ما شفتش نادي الاتحاد في نهائي كاس مصر خالص. يعني شفت المنصوره وشفت اسوان وشفت المحله وشفت الاسماعيلي وشفت المصري. يعني اغلب الانديه الجماهيريه شفتهم بيلعبوا على نهائي كاس مصر، وشفت فرق منهم بتاخد كاس مصر. الاتحاد ما شفتوش خالص في مثلا في نهائي كاس مصر او بينافس على كاس مصر في اخر 30 سنه. فده بيقول لك قد ايه ان يعني النادي دوت مستأنس واليف على مستوى كره القدم. ونادرا برضو ما شفته بيقتحم المربع الذهبي مثلا باداء جيد في الدوري. يمكن هي مره واحده اللي افتكرها نادي الاتحاد كان موجود في المربع الذهبي ايام بوكير في اواخر التسعينات. دي المره الوحيده اللي انا فاكرها موجود فيها نادي الاتحاد في المربع الذهبي. مش عارف كان موجود في اي موسم تاني في اخر 30 سنه ولا لا. فده برضو بيقول لك ان هو قد ايه نادي بيرضى ان هو يكون موجود في نص الجدول، مش بيزاحم الكبار، دايما رد فعل. يعني الاتحاد عمرك ما تشوفه فعل، وهو سيد البلد بين قوسين. ازاي سيد البلد يبقى مجرد رد فعل؟
يعني حتى في ماتشاته مع الاهلي والزمالك والفرق الكبيره دايما بيكون رد فعل. ما تلاقوش كده واخد زمام المبادره في الماتش وبيهاجم وبيجيب اجوان، لا يعني تلاقيه نازل الماتش عشان يدافع وعشان يعني يطلع متعادل مثلا قدام الاهلي والزمالك. على سبيل المثال مثلا الموسم اللي احنا فيه ده، الاتحاد وبلديه المحله، الفرقتين دول شالوا نتائج كبيره من الاهلي في الماتش الاولاني. يعني البلديه شال من الاهلي 5 والاتحاد شال 4. في الماتش الثاني للاهلي قدام البلديه شفنا البلديه كانت قد ايه واخده زمام المبادره في الماتش واحرجت الاهلي وتقدموا على الاهلي ولعبوا جيم حلو على الاهلي في المحله، بلديه المحله اللي هو فريق صاعد من الدرجه الثانيه واغلب اللعيبه فيه مش معروفه. في حين ان الماتش الثاني للاتحاد احنا شايفين الاتحاد نازل راكن الاتوبيس، ملوش هجمات في الماتش، نازل عشان يتغلب من الاخر. ده حتى يعني جمهور الاتحاد شفنا النهارده يعني يتعدوا على الصوابع 20 30 واحد قاعدين في المدرج، والاهلي اللي هو الفريق الضيف الجمهور بتاعه اضعاف مضاعفه عن جمهور الاتحاد السكندري. يعني حتى النادي على مستوى الجمهور جمهوره بقى اقل جمهور في الفرق الجماهيريه كلها. يعني فريق كوره اقل فرقه كوره في الفرق الجماهيريه وجمهوره اقل جمهور، وفي الاخر بيقول لك سيد البلد. فانا من وجهه نظري نادي الاتحاد يستحق اسوا فريق جماهيري في اخر 30 سنه، ولكن محدش يتمنى ان نادي الاتحاد يختفي من الساحه الكرويه في مصر. طبعا وجوده مهم، ووجود يعني اي فريق جماهيري في الدوري المصري مهم. محدش يتمنى ان الفرق الجماهيريه تختفي. ولو خيرتني بين الاتحاد على الحاله اللي هو فيها دي والمأساة اللي انا بقولها دي، وبين اي فريق استثماري عامل حاله في الدوري زي بيراميدز او فيوتشر او زد، لا انا هختار الاتحاد هو اللي يفضل في الدوري والفرق التانية دي تختفي. ولكن الخاطره دي انا حبيت اشارك حضراتكم فيها وبمناسبه ان الاتحاد سيد البلد. الخاطره التانية بعنوان طارق العشري ومدرسه الارتجال الكروي. من وجهه نظري الشخصيه طارق العشري واحد من اسوأ المدربين المصريين اللي جم في تاريخ الدوري المصري. يعني هو بيفتكر ان هو بيعمل شيء كويس بالشكل الدفاعي البشع اللي هو بيلعب بيه دوت، وهو في النهايه بيرتكب جريمه في حق كره القدم. طارق العشري يا صديقي يعني بيركن الاتوبيس حرفيا من غير اي تاكتكس، من غير اي تنظيم دفاعي. اللعيبه بتاعته بتبقى واقفه ورا الكوره بيشلطوا ويشتتوا. يعني بنشوف لعيبه الاتحاد في الماتش بتاع الاهلي النهارده وفي ماتشات تانية كتير لما بيقطعوا الكوره مش بيعرفوا يطلعوا بيها، كله بالارتجال وكله بالمجهود الفردي. فعشان كده بقول ان طارق العشري يعني هو مدير مدرسه الارتجال الكروي في مصر، والفريق اللي بيدربه غالبا ما بيدفع ثمن الارتجال ده. فهو مدرب بلا تكتيك، مدرب بلا طموح، فهو لايق على فرقه الاتحاد اللي موجوده دلوقتي. وطارق العشري بقاله 17 سنه بيدرب في مصر، ملوش اي نجاح مع اي فرقه باستثناء نجاح خاطف مع فريق حرس الحدود. الكلام ده من 15 سنه لما اخذ كاس مصر في 2009 و2010 مع حرس الحدود. وحرس الحدود وقتها كان بيمتلك جيل من افضل اجيال حرس الحدود على مر التاريخ، من ايام حتى كان اسمه السواحل في الستينات. الجيل دوت كان موجود فيه طبعا اسماء زي احمد عيد عبد الملك وعبد السلام نجاح واحمد عبد الغني واحمد اوكا اللي كان بيروح منتخب مصر على طول ده المدافع، واحمد حسن مكي وغيرهم. فريق تقيل في حرس الحدود بصراحه، يعني ايامها كان بيلعب كوره جيده جدا. وحتى احنا فاكرين الفريق دوت كسب الزمالك 5-0، بس اللي كان بيدربه وقتها حلمي طولان. فطارق العشري نجح مع الفريق دوت في الفتره ديت ان هو ياخد 2 كاس مصر من انبي في 2009 ومن الاهلي في 2010، والبطولتين بضربات الترجيح. ومن ساعتها حتى الان طارق العشري واقف عند نفس المرحله دي. طارق العشري ما عداش سنه 2010 في التدريب، ما اتطورش بربع جنيه. فهو مدرب زي مدربين موجودين في الدوري المصري اللي بيتقال عليهم الصيت ولا الغنى. والخاطره الثالثه معانا النهارده بعنوان عبقريه كولر والتلت الهجومي للاهلي. اتكلمت قبل كده في فيديوهات سابقه ليا عن عدم ثبات التلت الهجومي للاهلي، الاجنحه والمهاجم، وعن قد ايه محدش يقدر يتوقع مين الثلاثه اللي قدام اللي هيلعبوا في مباراه الاهلي القادمه. واتكلمت وقلت ان الموضوع ده في حد ذاته ميزه. ميزه في ايه؟ ميزه ان انت دايما بتمتلك عنصر المفاجاه. يعني مهما كان اسم الخصم او مين اللي انت هتلعبه الماتش الجاي مش هيعرف يعمل تكتيك بناء على اسماء ثابته عندك في التلت الهجومي. فهو هيحط التكتيك الدفاع بتاعه ومش هيعرف مين بقى يلعب عندك في الخمس ست افراد اللي موجودين عندك في التلت الهجومي اللي مختلفين عن بعض كليا على مستوى شكل الاداء. ولكن في حقيقه الامر الموضوع دوت هو سلاح ذو حدين. بمعنى ان انت زي ما بتمتلك ميزه عنصر المفاجاه،
في برضه عيب موجود، وهو ان انت هتفتقد عدم التجانس ما بين الثلاثه اللي قدام دايما. يعني في ماتش الاهلي والاتحاد النهارده لعب الشحات وكهربا واحمد عبد القادر في الثلث الهجومي. في الماتش اللي جاي ممكن تلاقي موديست وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو. في الماتش اللي بعده ممكن تلاقي مثلا حسين الشحات ورضا سليم واسامه ابو علي. فمش هتلاقي تجانس، يعني الثلاثه دايما بيتغيروا على بعض، وده يعني عرض مستمر على مدار الموسم في النادي الاهلي. فمفيش اندماج ما بينهم، مفيش تجانس ما بينهم. يعني لو جه حد اتكلم مع مارسيل كولر وقال له ان دايما الثلاثه اللي بيلعبوا في هجوم الاهلي مفيش اي تجانس ما بينهم، من حق مارسيل كولر انه يحط صوابعه في عينين اللي بيتكلم ده، عشان النادي الاهلي بيمتلك منظومه هجوميه قويه جدا. القوه بتاعت المنظومه الهجوميه للاهلي بانت في بطوله دوري ابطال افريقيا لما النادي الاهلي سجل 20 هدف عن طريق 12 لاعب في السكواد. ده بيقول لك قد ايه مارسيل كولر مش بيعتمد على افراد قد ما هو بيعتمد على تكتيك. ومش مهم التجانس ما بين الثلاثه اللي قدام قد ما هو مهم ان الفريق يلعب كوحده واحده، ويبقى فيه منظومه هجوميه تجمع الفريق ككل. وهنا تبان عبقريه مارسيل كولر. مفيش ثلاثه ثابتين قدام، مفيش تجانس بين اي ثلاثه بيلعبوا قدام، بس الاهلي اقوى هجوم في اي بطوله بيلعبها. وده ياخدنا للخاطره الرابعه والاخيره، وهي وداعا احمد عبد القادر. بص، خلينا متفقين ان مارسيل كولر مميز جدا في تطوير اداء اللاعبين، ومميز جدا في اعاده توظيف اللاعبين، ومميز جدا جدا في اعاده الروح للاعيبه ماتت كرويا. عشان كده لو في لعيب موجود في سكواد النادي الاهلي واللعيب ده ما تالقش او ما ظهرش بشكل قوي جدا في الفتره اللي قبل مارسيل كولر، وجه مارسيل كولر واللعيب ده برده ما تالقش معاه، يبقى اللعيب ده مش هيكمل في النادي الاهلي، وتقدر تقول له باي باي بضمير مستريح، وتبقى عامل حسابك ان اللعيب ده مش هيلعب فتره طويله في النادي الاهلي. ومثال اللعيبه ديت اللي ما تالقتش بشكل كبير قبل مارسيل كولر وما تالقتش مع مارسيل كولر احمد عبد القادر. نشوف احمد عبد القادر بياخد فرص كتير مع مارسيل كولر، ومع ذلك بيضيع كل الفرص وبيلعب بنفس الاداء بتاعه يعني النمطي التقليدي القائم على المهاره بلا اي انتاجيه. عشان كده الناس اللي بتقعد تهلل وتهيص لاحمد عبد القادر بعد ما يعملوا ترقصتين ولا يبان بشكل جيد لمده ربع ساعه في ماتش ولا حاجه، زي ماتش مثلا مازيمبي في قبل نهائي افريقيا، احب اقول للناس ديت يعني احمد عبد القادر مش هيكمل وعمره مش طويل في النادي الاهلي. فاعملوا حسابكم من دلوقتي على توديع احمد عبد القادر، عشان احمد عبد القادر بالفرص اللي خدها ديت ما نجحش خالص ان هو يعمل مثلا ربع اداء حسين الشحات او ربع اداء بيرسي تاو او ربع اداء كهربا في الثلث الهجومي للنادي الاهلي، وما زال يمتلك نفس العيوب. فانت يا عبد القادر مع مدرب زي مارسيل كولر الساحر في موضوع تطوير اللعيبه واعاده توظيف اللعيبه، ما قدرتش ان انت تتطور وما قدرتش ان انت تبان بشكل مختلف. فانت خلاص يعني حتى يعني مارسيل كولر لو ما كملش مع النادي الاهلي في المستقبل وجه مدرب تاني، ده تمامك وده اخرك، فانت عمرك مش طويل كرويا في النادي الاهلي. واللي زي احمد عبد القادر طاهر محمد طاهر، يعني طاهر محمد طاهر برضو قبل مارسيل كولر ما ظهرش بالشكل القوي جدا مع اي مدرب من 2020 حتى الان، كله برضو كده ومضات وفترات قصيره زي عبد القادر. فجه مارسيل كولر شايفين طاهر محمد طاهر غالبا خارج حسابات مارسيل كولر، يعني برضه هو من اللعيبه اللي ما اتطورتش او ما ظهرتش بشكل مختلف مع كولر. فده يقول لك ان طاهر محمد طاهر زي عبد القادر كده عمره قصير في النادي الاهلي وهيمشي قريب. فدي بشرى ونبوءه لكل عشاق طاهر محمد طاهر ان انتم ما تعملوش حسابكم برضه ان اللعيب ده مكمل معانا. وكان ممكن محمد هاني يبقى مع طاهر محمد طاهر وعبد القادر لولا ان محمد هاني موضوعه يعتبر من الخوارق. في النهايه بالتوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم. وزي ما قلت كده في فيديو ماتش فاركو الاهلي وفاركو، ما تتوقعش بشكل كبير اداء في الفتره دي. اهم حاجه الثلاث نقط لغايه الاداء ما يرجع واحده واحده ورويدا رويدا، بس اهم حاجه تكون الامور تحت السيطره من مارسيل كولر وخالد بيبو. وده اللي انا حبيت اقوله النهارده، واشوفكم في فيديوهات قادمه على خير. سلام.